تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. بعد فترة نتائج سلبية وأسبوعين صعبين عاشون الجماهير الكتالونية، بداية من خسارة أتلتيكو مدريد 4-0 بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وبعدها خسارة جيرونا 2-1 يلي أدت لفقدان الصدارة. اليوم برشلونة بيستغل سقوط مدريد وبيفوز على ليفانتي 3-0 بالكامب نو، فوز كان بأداء مقنع ومثالي وعودة الروح المعنوية أمام الجماهير. بحلقة اليوم رح نحكي عن اللقاء وشو صار فيه، بس قبل ما افوت بالتفاصيل لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة تحت، وخلونا نفوت بالتفاصيل. الحياة رجعت تضحك بسبوتيفاي كامب نو، فرحة ريال مدريد ما طولت، تعثرين ببامبلونا امبارح فتح الباب، وبرشلونة اليوم دخل منه بثقة الكبار بليلة مدرجاتها مليانة ومتزامنة مع حملة جمع التوقيع للمرشحين الرئاسيين. البلاوغرانا رجع للصدارة بفوز مقنع على ليفانتي 3-0، حملة توقيع مارك بيرنال وفرانكي دي يونغ وفيرمين لوبيز، ثلاث لاعبين وسط ببين لك الدور الواضح اللي قاموا فيه اليوم، وانه قد يكون مهم وجود خط وسط قوي خلف المهاجمين في حال غياب. اليوم ما كان عرض استعراضي، بس كانت مباراة ناضجة. برشلونة ما قدم اقصى نسخة منه، بس مسك الايقاع وعرف ايمتى يضغط وايمتى يهدي اللعب، والاهم استغل هدية بامبالونا ورجع على القمة بدون تردد. ورسالة هانز فليك اليوم كانت واضحة، انه ما في مجال للغلط ابدا، ومن اول دقيقة كان واضح انه فريق هانز فليك داخل بعقلية وحدة، تركيز مطلق. تعثر مدريد خلى الهامش صفر، اي سقطة جديدة كانت راح تضيع فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة والابتعاد حتى لو بنقطة واحدة. فليك اليوم عدل بالتشكيلة، مارك بيرنال اساسي، جواو كانسيلو على اليسار محل بالدي بدور هجومي شبه حر، وترتيب ادوار جديد بخط الوسط. البداية ما كانت مثالية، كارلوس الفاريز جرب حظه، بس خوان غارسيا كان ثابت باللقاء وانقذ برشلونة. وبعدها بلش برشلونة يفرض ايقاعه ومنطقه على ارض الملعب ويقدم كل شي ممكن حتى يفوز اليوم باللقاء. والهدف الاول ما تأخر ابدا، اجا بعد 4 دقائق عبر انسجام جميل بين اللاعبين، ركنية قصيرة بتوصل لليسار عبر كانسيلو يلي بيلعبها لإيريك غارسيا، يلي رفع كرة موزونة على القائم البعيد. بيرنال كان بالمكان الصح قدام المرمى مباشرة وحطها بالشباك. الهدف ما كان بس تقدم، كان إعلان لاعب شاب بحضور بدني وتوقيت ذكي، وللمباراة الثانية عم يترك بصمته. فليك صار عنده سبب إضافي حتى يراهن على اللاعب الشاب. وجود بيرنال اليوم كان ضروري، لأنه مثل ما شفنا وجود كاسادو بمباراة أتلتيكو مدريد كان سيء. الشيء الموجود عند بيرنال ومانو موجود عند كاسادو حتى يعتمد عليه، انه بيرنال عنده قدرة على ضبط الايقاع بالاضافة لاحتفاظه بالكرة المميز وبنائه للهجمة بشكل صحيح. ممكن ما يكون بمستوى بيدري وفرينكي دي يونغ، لكن وجوده مع دي يونغ اليوم شكل ثنائية مثالية، وكان قادر انه يعطي دي يونغ حرية حتى يتقدم للامام. لكن اذا كان بيرنال هو عنوان الفعالية، فكان سيلو كان عنوان الجرأة. لعب كأنه جناح حر، وكان يتبادل الادوار مع رافينيا على الجهة اليسار، وشفناه عم يلعب عرضية خطيرة لكوندي، ووحدة تانية مرت قدام روبرت ليفاندوسكي ورافينيا بدون لمسة حاسمة. ليفانتي بعد الهدف سكر ب5 لاعبين ورا وحاول يضرب بالمرتدات عبر ايفان روميرو، بس الفارق كان واضح بين سيطرة برشلونة ومحاولات الخصم ليعادل النتيجة. الهدف المبكر اليوم انقذ برشلونة وحرره من ضغط كان ممكن يكون موجود، لانه هذا الهدف اعطى الحرية للاعبين وخلى الفريق الكتالوني يبسط سيطرته على ارض الملعب ويفرض اوراقه ويكون مرتاح على ارض الملعب. وهذا الشيء شفناه بالاستحواذ السلبي الموجود عند اليوم. كان باللقاء الفريق ما كان مستعجل وكان عنده اريحية تامة، بس هذا الاستحواذ ما بيعني انه ما كان في حاجة للهدف الثاني حتى يقتل الشك. والهدف الثاني اجى من نفس الجهة، جهة اليسار، بيرنال بيلعب لكانسيلو وعرضية جديدة متقنة وانطلاق مثالي من دي يونغ من الخط الثاني، تسديدة واثقة داخل الشباك وأول أهدافه هذا الموسم، وهدف غير مزاج المباراة كليا. اليوم الثنائي بين كانسيلو وبرنال فينا نسميه الثنائي الغريب، لأنه هني حرفيا حسموا الشوط الأول. وبالنسبة لإلي الشيء اللي عمله كانسيلو بنصف ساعة من الشوط الأول كان يعادل ما قدمه بالدي خلال موسم ونص. عرضيات كانت متقنة، لكن كان في غياب للمهاجم أو الهداف يلي بيحطها بالشباك.
لأنه إذا بدي قارنها بعرضيات بالدي أو بانطلاقاته أو باستحواذه، فكان كانسيلو هو المميز اليوم. صح 2 دفاعيا سيئين، لكن من الناحية الهجومية كانسيلو هو صاحب الخبرة الموجودة. يعني مثلا آخر عرضية ممتازة شفتها من بالدي كانت بالكلاسيكو 4-0 لما سددها لإيفاندوسكي برأسه. وبتوقع من فليك بعد ما شاف مستوى كانسيلو اليوم انه يعطيه وقت اضافي اكبر ويعتمد عليه ببعض المباريات حتى يريح بالدي او يريح كوندي على الجبهة اليمينية. وانتهى الشوط الاول بتقدم برشلونة يلي حسم اللقاء بشكل كبير، وبالشوط الثاني ما صار في اي اضافات او اي شيء جديد، لكن بالدقيقة 66 دخل بيدري من جديد. اكثر من 44 الف متفرج اعلى حضور بهذا الموسم وقفوا وسقفوا لدخول بيدري، اللاعب يلي كان غايب من اصابته بدوري الابطال. رجع ولمساته الاولى جابت هدوء وتنظيم لخط الوسط ببرشلونة اليوم. فجأة الوسط صار اذكى والكرة عم تمشي بثقة. وجود بيدري ما فينا نستغنى عنه بخط الوسط، لانه هو اللاعب يلي بيمثل افكار هانز فليك بخط الوسط من ناحية الاستحواذ، بينما بالهجوم عندنا رافينيا يلي هو بيمثل افكار فليك بالضغط العالي والشرس. ورغم التقدم ليفانتي حاول يرجع بالمرتدات، لكن الدفاع كان صاحي اليوم. ثنائية إريك غارسيا وجيرارد مارتن اليوم قدمت المتوقع منا، صح معنا أعلى مستويات، لكن كان الشيء جيد مني اليوم وقدموا يلي هو مطلوب. أما بالنسبة للامين يامال، اللاعب اليوم ما قدم أفضل مستوياته، خسر كرات كتيرة. يبدو أنه اللاعب ساعته متأثر بلعبة جيرونا ولعبة أتلتيكو مدريد بالكأس. اللاعب عنده إرهاق بدني بسبب اعتماد برشلونة باللعبات الأخيرة كتير عليه على جهته، بالإضافة بتوقع أنه صيامه اليوم كان مؤثر. لكن اللاعب ببعض الحالات عمل مجهود فردي وجاب مني الركنيات وبعض المحاولات الخطيرة وعرضيات كانت جيدة. بالإضافة أنه الهدف الثالث اليوم اجى بسببه لما عمل مجهود فردي وجاب ركنية. هي الركنية لعبت بشكل قصير ووصلت لفيرمين لوبيز يلي سدد ضربة يسارية قوية لمست القائم ودخلت الشباك وصارت النتيجة 3-0. هدف جميل ومطمئن، وكاد الرابع يجي لولا تصدي مزدوج من حارس ليفانتي ريان. الفوز اليوم وبالصدارة هو بيان نوايا. برشلونة استغل تعثر غريمه ورجع على القمة، وأكد أنه حاضر ذهنيا بسباق لقب طويل ومليان ضغط. بيوم النادي كان مشغول كمان بحراك انتخابي. الرد الحقيقي اجى من الملعب، بيرنال عم يفرض اسمه، وديونج رجع يسجل، كانسيلو بأفضل نسخة منه، وبيدري رجع النبض، وفيرمين لوبيز سكر السهرة بلمسة حاسمة. الحياة رجعت تبتسم بسبوتيفاي كامب نو، والبلاوغرانا وسط كل هاي الضغوط الموجودة حواليه عم يقدم نفسه كمرشح جدي للقب الليغا هذا الموسم، وبنفس ما في خوف أبدا. هون نحن بنوصل لنهاية حلقتنا. بتمنى تشاركونا رأيكم بالتعليقات تحت، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات، وتشاركوا الحلقة عند كل أصدقائكم. ودمتم بخير والسلام عليكم.